لو عايزين تعملوا غدا في نص ساعة وكمان أكلة اقتصادية يبقى لازم تجربوا وصفة النهاردة. وبيتهيألي كلنا بنحب البطاطس. وأول حاجة في وصفتنا النهاردة، في حلة أو بان على النار هبدأ أضيف من 2 ل3 زيت عادي. وهنا معايا كيلو من البطاطس، غسلتها وقطعتها مكعبات بالشكل ده، وهبدأ أشوحها. هقلبها على نار عالية عادي جدا لحد ما أغلفها كلها بالزيت اللي أنا حطيته. طبعا التقليب ما بيبقاش مستمر، انا بسيبها على النار عادي وكل شوية بقلبها لحد ما تبقى 3/4 سوا. انا عايزاها تبقى 3/4 سوا وتوصل للون اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هطلعها في الطبق، هطلعها كلها. وطبعا ممكن نستخدم الاير فراير او كمان الفرن لو حابين. بعد ما اطلعها كلها في نفس الحلة اللي انا عملت فيها، هبدأ اضيف معلقة من الزبدة وهضيف عليها بصلاية متوسطة. هشوحها لحد ما لونها يبدأ يغير. واول ما لونها يبدأ يغير هنزل عليها حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة، واكيد طبعا ممكن نزود زي ما نحب. هقلب اللحمة المفرومة مع البصل كويس جدا لحد ما لونها يبدأ يغير. هقلبها كويس لحد ما لونها يبدأ يغير، وبعد كده هنضيف باقي الإضافات. زي ما انتوا شايفين هي خلاص نزلت كل المية اللي فيها وبقى لونها بالشكل ده. هبدأ أضيف إضافات الباقية. هضيف هنا معلقة من الثوم، هيديها طعم حلو جدا. واكيد طبعا هنرجع تاني نقلبه مع البصل واللحمة. وبعد كده اخر حاجة هنضيفها هي البطاطس اللي احنا حمرناها. بعد ما نضيف كل البطاطس هنضيف اكيد شوية توابل، هكتبها لكم كلها بالتفصيل تحت الفيديو. وكمان بضيف فلفل حار، ممكن فلفل اخضر، ده اختياري، وكمان ممكن فلفل الوان. هقلب كل النكهات الحلوة دي مع بعض كده. وعشان تكمل سوا ويكون فيها شوية سوائل، اخر حاجة بحب اضيفها هي كوباية من المية السخنة. كمان ممكن نضيف مرقة لو متوفرة عندنا، وممكن نزود كمان لكوبايتين حسب الكميات اللي احنا عاملينها. وهنرجع تاني نقلب كل اكلتنا مع بعض. عايزة اقول لكم الريحة خطيرة، ريحتها تجنن. هي خلاص كده مش هتاخد وقت كتير. هغطي عليها واسيبها من 10 دقايق لربع ساعة تكمل سوا. وبعد كده هرش عليها رشة بقدونس او كزبرة زي ما تحبوا، ونقدمها. اكلتنا كده جاهزة، قدمتها مع سلطة. وجربوها ومتأكدة هتحبوها. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة.